بنهنئ سيادة اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر وكل أهالي محافظة السويس بالعيد القومي للمحافظة. بنشيد دائما ببسالة مدينة السويس وأهل السويس وتضحياتهم في سبيل هذا الوطن، وده عيد قومي بيتناسب مع مواقف التضحية التي قدمها أبناء محافظة السويس. وأيضا بنشيد ونؤكد ونسمن دور قواتنا المسلحة الباسلة في ذكرى الاحتفال بالعيد الخمسين لانتصارات أكتوبر، وبنشيد وبكل قوة بالمواقف العظيمة والشجاعة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن ومواقفه الوطنية المشرفة، ونقول له سر على بركة الله. أكثر من 100 مليون مصري خلف سيادتك يدعمون كل ما تتخذه من قرارات سواء على المستويات الرسمية أو على المستويات الشعبية. وبنأكد من هنا واحنا بنصلي صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين، كما أكد سيادة الرئيس لا مجال لما يسمى بالوطن البديل على أرض مصر ولا التهجير إلى أرض سيناء. والجمعة القادمة بإذن الله في كل مساجد مصر سيناء المكان والمكانة، لنرسل للعالم كل رسالة لا تفريط في ذر التراب من أرض سيناء. وهذا ما وعي الفلسطينيون أنفسهم أن عملية التهجير هي تصفية للقضية الفلسطينية بمحاولة تهجير أهل غزة إلى مصر وأهل الضفة إلى الأردن. والوعي المصري الفلسطيني العربي الإسلامي سيفشل كل هذه المخططات إن شاء الله. أولا خالص التهاني والتبريكات لمحافظة السويس بعيدها القومي، خالص التبريكات لسيادة اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر بهذه المناسبة العظيمة على أنفسنا جميعا. بالأمس كان ختام مؤتمر دار الإفتاء المصرية وفي أكثر من 100 دولة. كل العلماء الذين كانوا في هذا المؤتمر كلهم أرسلوا رسالة تأييد لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قراراته التي اتخذها. كلهم تبنوا حكما شرعيا حقيقيا بأن التهجير من الفلسطينيين الأراضي الفلسطينية هو إماتة للقضية الفلسطينية، هو في الحقيقة إماتة لقضية الأقصى الشريف. خالص الشكر والتقدير لمعالي المحافظ سيادة اللواء عبد المجيد صقر على هذه الدعوة الكريمة. كل عام وشعب السويس ومصر كلها بخير وأمن وأمان. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب السويس الكريم المناضل البطل العظيم، أنا بأسمن جدا كل ما قاله معالي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ومعالي فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام، ولا يقال شيء بعدهم. ولكن أنا كل اللي أنا عايز أقوله بس واجي كلمة للناس كده. الصورة واضحة قدامكم، واللي فوق المية هو اللي انتوا شايفينه، اللي تحت المية انتوا مش شايفينه. فيا ريت كل الناس محدش يفتي ومحدش يقول آراء وهو مش شايف الصورة كاملة. دعوا ما يتم ودعوا القيادة السياسية تتخذ من القرارات ما ترى لأنها ترى الصورة كاملة. نسمم دور القيادة السياسية بالكامل في الحفاظ على مقدرات الدولة، وزي ما قال معالي وزير الأوقاف نحن ندعم بشدة كل قرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه يرى كل الصورة ونحن نرى جزء صغير من الصورة. ومن أول يوم تمت فيها الأعمال ده ومن قبلها والرئيس عمال يحذر وعمال يرسل إشارات، والمخطط كان واضح وما الهدف منه. واعتقد لا يوجد اكثر عبقريه مما قاله فخامه الرئيس في وجود المستشار الالماني. عايزين ترحلوا الناس، اتفضلوا، الناس احرار النقب. ايه علاقه سينا بالموضوع؟ فاعتقد ده كل اللي نقدر نقول للناس. كل الناس لو سمحت تلتزم الصمت التام وتدع القياده السياسيه تقوم بعملها وشؤونها، ونتمنى في الاخر الخير للسويس. وتحيا السويس، تحيا مصر.